هلا يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. آه... ندخل في الموضوع على طول. خلينا خليني اسألك سؤال كده. ليه اول ما تيجي تقعد قدام بنت في اول لقاء ليك قلبك يفضل يدق بسرعة، ايدك تعرق كده وتنزل مية، ولسانك يتربط كده، مع انك قبلها بدقايق كده كنت رايق وبتضحك وكله تمام 10/10 وزي الفل؟ واول لقاء مع بنت مش امتحان صدقني، ومش لجنة، ومش حد جاي يقيمك عليه، بس دماغك بيحب يكبر الموضوع. خلاص هتطلعني وحش، هتزهق، اقول ايه، اعمل ايه؟ والحقيقة ان الخوف ده مش علشانك ان انت ضعيف، الخوف ده علشانك مهتم. الفيديو ده مش هيحولك لشاب روش في ثانية كده، بس هيكسر أكتر حاجتين بيبوظوا أي أول لقاء مع بنت، وهما الخوف والتوتر. ولو ركزت معايا لحد آخر الفيديو هتدخل أي مقابلة بعد كده وانت أهدى، أريح، وعلى طبيعتك. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أول نقطة معانا: افهم إن التوتر طبيعي أكتر مما تتخيل. أول حاجة لازم تفهمها إن التوتر في أول لقاء بيكون طبيعي جدا، لسه بتعرفوا على بعض. يعني لو أنت متوتر ده مش معناه إنك ضعيف، ولا ثقتك في نفسك قليلة خالص، ولا فيك حاجة غلط إطلاقا. أي شاب مهما كان شكله واثق، مهما كان اجتماعي، أول لقاء بيبقى جواه شوية ستريس، توتر. والأهم بقى إن البنت نفسها غالبا بتكون متوترة زيك بالظبط، بس كل واحد بيمثل على إنه ثابت. والمشكلة مش إنك متوتر، المشكلة إنك تقعد تحارب التوتر ده، تدخل اللقاء وتقول لا لا لا، لازم أهدى، ما ينفعش أبان متوتر، يا رب ما تلخبطش. فتلاقي قلبك عمال بومتك بومتك يدق يدق بسرعة، ولسانك يتقل، والتوتر يعلى أكتر وأكتر. اعمل العكس بقى، سيبه موجود. قول في دماغك بهدوء كده بشويش: اه انا متوتر شوية، عادي، مش عيب ومش مشكلة ومش نهاية الدنيا. الغريب بقى يا سيدي ان اول ما تعترف بده التوتر بيزيد لما تحاول تخبيه، وبيقل اول ما تتقبله. فما تدخلش اول لقاء وانت عايز تبقى نسخة جامدة ومثالية، مفيش حد كده. ادخل وانت انسان طبيعي وعلى طبيعتك خالص، شوية توتر، شوية لخبطة، وشوية هدوء، وساعتها هتتفاجئ من نفسك انك بقيت اهدى من غير ما تعمل اي مجهود. تاني غلطة معانا بتكسر اي اول لقاء: انك تدخل بعقلية لازم اعجبها. اول ما تقول في دماغك كده لازم ابان جامد، لازم اضحكها، لازم تحس اني مميز، تتوتر فورا. ليه؟ لانك حطيت نفسك في امتحان، انا معرفش ليه، وخليت نفسك بضاعة مستنية تقييم. كل كلمة تقولها تبقى محسوبة، كل حركة تعملها تبان قلقان منها. فبدل ما تبقى حاضر كده تبقى متشدد. بدل العقلية دي فورا، بدل ما تسأل هي شايفاني ازاي، اسأل نفسك انا مرتاح، الكلام ده طالع مني بجد ولا بمثل؟ اول لقاء مش مسرح، مش ستاند اب كوميدي، ومش عرض اثبات جدعنة، ده تعارف بس كده. خلص الموضوع. انت مش داخل تعجبها بأي تمن، وهي مش داخلة تمتحنك. لو الكلام ده طالع طبيعي من جواك والضحكة جاية من غير تصنع، هتلاقوا الجو هادي والتوتر نزل لوحده. أول ما تبطل تحاول تعجب، تبدأ تعجب من غير ما تقصد. تالت حاجة معانا: خليك حاضر مش حافظ كلام. ناس كتير تدخل أول لقاء عاملة إيه؟ محضرة جمل، محضرة هزار، محضرة هزار احتياطي كمان، ومحضرة سيناريو كامل في دماغها، وأنا معرفش ليه الصراحة. وأول ما الحوار يمشي
في حتة غير اللي انت محضرة او غير اللي هما كانوا محضرينها، يبتدي يهنج، يسكت، يتلخبط، ويحس ان الدنيا وقفت معاه. ليه؟ لانك كنت بتتكلم من دماغك مش من اللحظة اللي انت فيها. سيب الحفظ خالص، انت مش في امتحان، انت مش بتحفظ اناشيد ومش بتحفظ نصوص، مش محتاج جمل تقيلة ولا كلام روش يتقال. ركز انك تسمعها بجد، مش تسمع عشان ترد، تسمع علشان تفهم. رد على اللي قدامك مش على السيناريو اللي في دماغك. الله يا شباب، انا بقول حكم والله العظيم. لو قالت حاجة بسيطة رد ببساطة، لو ضحكت اضحك معاها، لو سكتت شوية عادي، مش لازم تملي الفراغ. الحضور أهم بكتير من أي كلام محفوظ. أول ما تبقى حاضر كده التوتر بيقل لوحده، صدقني، لأنك مش خايف تنسى حاجة، أنت عايش اللحظة. رابع نقطة معانا، لغة جسمك أهم من كلامك. أنت ممكن تقول جملة عادية جدا ما فيهاش اي شغل ولا هزار تقيل، بس طريقة قعدتك ونبرة صوتك ونظرتك ليها توصل احساس انك واثق ومطمن. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش قاعد مكشكش كده، ولا كتافك مقفولة كده كأنك داخل خناقة. اقعد براحتك، سيب كتافك نازلة طبيعي كده، وحط جسمك مواجه للي قدامك قدام البنت وانت بتتكلم. بص في عينيها، اي كونتاكت، مش تحديق بقى بيخوفها، ولا تبص في الارض كأنك مكسوف. بص بهدوء وبتركيز. حاجة بسيطة، قوية بس بتفرق. خد نفس هادي قبل ما تتكلم، نفس واحد كده وطلع الكلام. الصوت الهادي بيقول أنا مش مستعجل، أنا مرتاح، أنا واثق. والأجمل من ده كله إن الصوت الهادي بيطمن اللي قدامك، وفي نفس الوقت بيطمنك أنت كمان. فافتكر دايما دايما، مش قوة الكلام اللي بتشد، هدوء الجسم هو اللي بيكسر التوتر. نيجي بقى يا شباب لخامس وآخر نقطة معانا، وهي ما تستناش اللقاء يبقى مثالي. ودي نقطة مهمة جدا جدا، عايزك تركز فيها كويس جدا. لو حصل ما بينكم صمت عادي، أيوة. لو اتلخبطت في كلمة برضو عادي. لو قلت حاجة وطلعت مش أحسن حاجة عادي جدا برضو. احنا اللي بنبوظ اللقاءات بنفسنا، أيوة. لما نستنى كل حاجة تمشي صح 100% 100%، تدخل وانت مستني ضحك طول الوقت، كلام ما يقطعش ولا بيخلص ولا لحظة هدوء، بس ده مش طبيعي طبعا. اللقاءات الحلوة مش اللي ما فيهاش غلط، بالعكس. اللقاءات الحلوة اللي ما بتبقاش فيها تكلف. يعني ايه؟ يعني مش بتمثل، مش بتضغط على نفسك، مش بتجبر ان الضحكة تطلع بالعافية. او أول ما تبطل تمثيل، أول ما تسمح لنفسك إنك تغلط، الخوف بيبدأ يختفي لوحده كده على طول، لأنك بطلت تحاول تبقى شخص تاني غيرك. خليك حقيقي حتى لو بسيط، خليك طبيعي حتى لو في لحظة صمت. صدقني صدقني، الهدوء والراحة أجذب بكتير من الكمال المزور. وفي النهاية أنا عايز أقولك حاجة مهمة جدا جدا. لو أنت متوتر في أول لقاء مع بنت، ده مش عيب خالص، ده طبيعي جدا جدا. بس اللي بيفرق بجد هو إنك تتعامل مع التوتر ده صح. يعني بدل ما تحاول تخفيه كده، اعترف بيه لنفسك عادي جدا. اه أنا متوتر شوية، عادي. وبدل ما تدخل وعقلك كله بيقولك لازم أعجبها، بلاش تحط نفسك في امتحان كده ملوش أي لازمة. خليك بس اسأل هل أنا مرتاح، هل الكلام ده طالع مني بجد. وكمان بلاش تحفظ كلام، بالله عليك أرجوك أتوسل إليك. أنت مش داخل تعمل عرض، أنت داخل تتعرف على البنت. خليك حاضر، اسمعها بجد،
ورد على اللي هي بتقوله، مش على اللي في دماغك. والأهم من ده كله، لغة جسدك بتقول أكتر من كلامك. هنبقى نعمل عن الموضوع ده حلقة كاملة إن شاء الله. فالمهم اقعد مريح، كتافك مش مقفولة، تكون مفرودة. بص في عينيها، الاي كونتاكت مهم جدا. بص في عينيها بهدوء، خد نفس قبل ما تتكلم معاها. الصوت الهادي بيطمنها وبيطمنك انت كمان. واخيرا اخيرا، ما تستناش اللقاء يبقى مثالي زي ما قلنا. لو حصل صمت، لو اتلخبطت، لو عطلت، لو قلت حاجة مش احسن حاجة، ده طبيعي جدا. اللقاءات الحلوة مش اللي ما فيهاش غلط، اللقاءات الحلوة اللي ما فيهاش تكلف. لما تبطل تمثيل، لما تبطل تحاول تبقى نسخة جامدة، هتلاقي الخوف بيختفي لوحده. لو عايز تخرج من أول لقاء وانت مرتاح، خليك طبيعي جدا. وإياك تخلي التوتر هو اللي يتحكم فيك. لو عجبك الفيديو بقى يا بطل، اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة ولسه ما اشتركتش. انزل نورنا بزرار الاشتراك بتاعك، وفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد هنا في القناة. وقبل ما اسيبك، خلي اول لقاء مع اي بنت، اديني بقولك اهو، يبقى زي اي لقاء طبيعي، تعارف، ضحك، كلام بسيط. واللي هيحصل يحصل بدون ضغط. اشوفك الفيديو الجاي، وخلي كل لقاء يكون اسهل من اللي قبله. وبس كده. اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلي عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى استطيع ان انام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سلام من الله على الجميع.